السلام: وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. يا قوم اتبعوني هؤلاء الفقراء والضعفاء يوم أن كذبتموني فمن ينصرني من الله عز وجل إن أنا طردتهم، فإن فعلت ذلك لأكونن من الظالمين. لكن الأغنياء قالوا له: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. بقي نوح عليه السلام يدعو قومه يوم بعد يوم وعام بعد عام بدون ما يزيد عدد المؤمنين أبدا. كان إذا ذهب إلى بعضهم يدعوهم إلى عبادة الله ويحكي لهم عن الإيمان بالله وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلامه، وإذا ذهب إلى آخرين يحدثهم عن نعم الله عز وجل وعن حسابهم أمام الله عز وجل يوم القيامة وضعوا ثيابهم على وجوههم حتى لا يروا نوحا، مصرين على جحودهم مستكبرين على عنادهم. الوضع ما نو بالسهولة اللي احنا متوقعينها، ما لأنهم أنبياء لازم الأقوام تآمن فورا، ما لأنك على حق لازم اللي قدامك يستهدل الصواب فورا. بعض الناس حتى لو شايفينك على حق بيستكبروا، بيوقفوا قدامك لأنك على حق، لأنك على صواب. والله تعالى قال لسيدنا محمد عليه السلام: إنك لا تهدي من أحببت. المهم استمر هذا الأمر طويلا حتى قال الكفار لسيدنا نوح عليه السلام: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ومع هيك ما رد عليهم وبقي يدعوهم سرا وجهرا ويذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين، فقال في سورة نوح: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لكن بدون أي فائدة. قوم نوح قابلوا دعوته بالعصيان والكفر والجحود والمخالفة والإصرار على ما هم فيه، وما وقف الأمر عند هون، مكروا لنبيهم مكرا عظيما. فحزن نوح عليه السلام لعدم استجابة قومه، ولكن العجيب ما يئس منهم وبقى عنده أمل يآمنوا فيه. ومرت الأيام بدون أي نتيجة. وقتها طفح الكيل واتجه نوح عليه السلام لربه عز وجل يدعوه ويشكو إليه ظلم قومه لأنفسهم. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وهون بعد 950 سنة من الدعوة لا يوم